بذكر بالمباراة اللي ما ذكرها، هي كانت في عام 91-92 بالهجري تحديدا 26/10/1412. كان الهلال يسعى لهزيمة النصر حتى يتأهل للاتحاد المربع الذهبي. فاز النصر 2-1 وأرسل الهلال المركز السابع. نفس البرنامج هنا لما قال لي الزميل محمد الذايدي أن الهلال عمره ما أخذ أقل من الرابع، وقلت له أخذ السابع، وقلت لعب فيها أبو فهد، قال رد علي أبو فهد، وأنت قلت لا ما أذكر، وذكرتك فيه وبعدين ذكرتها. هذا شيء. الشيء الثاني فعلا ما لعب. لعبتها. اللي طلع سامي الجابر مضروب بكوع ما لعبت. انا ما لعبت. لعبتها. ما لعبها. انا كنت في امريكا. لعبتها. في امريكا. إذا ما لعبتها نعتزل الإعلام. رجعت. إذا ما لعبتها نعتزل الإعلام. طاقم فريق الهلال: خالد الدايم، عبد الرحمن السيفي، منصور الأحمد، شويش الثنيان، حسين الحبشي، فيصل أبو سنين، خالد التيماوي، محمد لطف، سعد مبارك. وأول كورة استلمتها كان في الدقيقة 2 تقريبا. على يسار سعد مبارك، مررها لسعد. سعد يحاول يلعب كرة سريعة لسعد مبارك، وأقرب لها ناصر المرشد، وسيميل طبعا النصر الآن لتهدئة اللعب ومحاولة المحافظة على هذا الفوز. وخالد تميم لعبها خالد في اللعب. وفي هذه اللحظة إخوتنا المشاهدين الكرام، أطلق حكم المباراة الدولي الأستاذ عمر المهنا صافرته معلنا عن نهايتها بفوز النصر بهدفين مقابل هدف واحد. بهذه النتيجة يتأهل النصر إلى دور الأربعة في مسابقة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين لكرة